زمان من حوالي 25 سنة، في نهاية التسعينات أو بداية الألفينات، ظهر ممثل شاب كوميديان جسمه مليان، اسمه جديد وغير مألوف، اسمه ماجد الكدواني. وكعادة الممثلين اللي جسمهم مليان بيتخصصوا في أدوار الكوميديا. ابتدى يظهر في أدوار كوميدية بسيطة واتشهر في وقت قليل جدا. حضرتك مجنون؟ لا، شريف. أنا فطين، أهلا وسهلا. أهلا بيك. على بقى فكرة يطلع في أفلام صف تاني وصف تالت مع ممثلين كبار جدا، وابتدى يشارك البطولة مع كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وكتير من النجوم الكبار، وحجز مقعده بدري. وفي الوقت ده ابتدى يمثل بطولات لأفلام مسيحية، وأثبت فيها جدارته التمثيلية عن استحقاق، وإن عنده إمكانيات جبارة جدا لسه ما ظهرتش على المستوى العام، زي دوره في فيلم ضيف من السما، وتجسيده للراهب الكفيف اندراوس الصمائيلي، وبعدها تجسيده لزوج من الغلابة اللي جسد فيه الزوج القاسي الشرير المتلاعب اللي بيتوب في آخر لحظات حياته. استمر ماجد الكدواني في تقديم الكوميديا على المستوى العام، وبعد ثورة 2011 و2013 اختفى قليلاً. بعض النقاد قالوا إن ماجد الكدواني كبر ومكانه هيتاخد ويروح لفنان تاني، وابتدوا بالفعل يقولوا مكانه خدوا الفنان الفلاني والفنان الفلاني. لكن فجأة في 2015 ظهر ماجد الكدواني في ثوبه الجديد، مش بشكل الشاب المليان اللي عرفناه زمان وبيضحك الناس بحركاته وإفهاته، لأ، في صورة راجل كبير بدقن بيضة، راجل وقور وزنه أقل من الأول، وبيمثل في فيلم هيبتا. كتير من الناس استغرب شكله وقال مش هو ده الكدواني اللي نعرفه، وغالبا المكان بتاعه يظهر حد تاني هياخده فعلا، وهو ياخد أدوار جديدة تانية خالص. لكن هو ما كانش شغله إن حد هياخد مكانه أو ما ياخدهوش، لكن بالبلدي كان بيغير جلده، كان بيطور من نفسه ويطلع نسخة جديدة تتناسب مع سنه وشكله والعصر الجديد اللي هيشتغل فيه. وبالفعل سنة بعد سنة ابتدينا ننسى ماجد الكدواني القديم ونشوفه في أدوار مختلفة تماما، مش كوميدية بشكل مطلق، لكن أغلبها ليها هدف ولمسة إنسانية، حتى لو كان دوره عبارة عن مشهد واحد في العمل، زي مشهد المدمن المتعافي في مسلسل تحت السيطرة اللي فات عليه سنين طويلة جدا، ولحد دلوقتي الناس فاكرة المشهد ده أكتر من المسلسل نفسه. لو هنتعلم من ماجد الكدواني حاجة عملية وخبرة في الحياة، هتكون هي إزاي ما يشغلكش مكانك أو أكل عيشك، أكتر ما يشغلك هتطور من نفسك إزاي، وهتقدم إيه في اللي جاي، وهتدير موهبتك إزاي وتوظفها في أعمال وطرق تسيب تأثير، حتى لو مشهدك عبارة عن دقيقة واحدة. إزاي هتستخدمها صح. ماجد الكدواني مش مجرد ممثل، لكن نموذج مهم يحطه أي شخص في أي مجال عايز يبدع في مجاله. شابوه، ماجد الكدواني.